والطب مهنة شاقة، لكن دايما النجاح فيها بيبقى محتاج بيرزيستنس، استمرارية. عملت زي ما بيقولوا مشروع التخرج بتاعه ورحت حضرته. وعايزينك تشارك نصيحة بقى لكل الدكاترة اللي بيتفرجوا علينا عشان الطفل نفسه مش مقتنع ومش مبسوط، عمره ما هيعمل الحاجة دي. راح الأماكن اللي ممكن يصيف فيها ما بيضايقوش وما بيبصش منه. احنا دلوقتي مع ضيف جديد في دكتور هيلث بودكاست، دكتور خالد الخشاب. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ دكتور لو تعرفنا بنفسك اكتر. أنا استشاري سكر وغدد الأطفال، مستشفى أبو ريش، جامعة القاهرة. طيب دكتور، تخصص حضرتك يعني بيهم امهات كتير جدا، والاطفال اطفال السكري بيكون الامهات عايزه تعرف اكتر وتتعامل اسهل، فعشان كده دايما بيروحوا لدكتور ثقه زي حضرتك يعني. فلو تدينا نبذه كده، ازاي الامهات تثقف نفسها، ازاي تتصرف. سكر الأطفال هو حاجة اسمها سكر من النوع الأول حتى يثبت العكس. مم. يعني إيه سكر من النوع الأول؟ سكر من النوع الأول ده سكر مناعي ما بين يوم وليلة وبدون مقدمات. قصة ملهاش علاقة ولا بالأكل ولا بالشرب ولا بالحالة النفسية ولا إن الطفل خد دواء معين أو تعب معين، لكن ما بين يوم وليلة جهاز المناعة بتاعه بيروح يهاجم البنكرياس بشكل خاطئ، مم. بيخلي خلايا البنكرياس ما عادتش تطلع انسولين بشكل يكفي احتياجات الجسم. ومن هنا بنقول للأهل انت المفروض في مرحلة جديدة بتحتاج انك انت تعمل وظائف البنكرياس، اللي هي ان احنا مطالبين ان احنا نقيس السكر لوحدنا، مطالبين ان احنا نحسب الاكل اللي احنا هناكله، مطالبين ان احنا ندي انسولين قصاد الاكل اللي احنا بنحسبه بشكل دقيق. ومن هنا دايما بنأكد على الأهالي إن الكورنر ستون أو الحاجة الأساسية إن قياس السكر حاجة أساسية طول الوقت. زمان كنا مم. بنقيس السكر دايما عن طريق الوخز بالأصابع، دلوقتي بقى في أجهزة كتير بتسهل القصة دي عن طريق إن إحنا بنقيس السكر بدون وخز عن طريق الكترونيك ديفايسز، بتقدر إن هي كمان تبقى كونكتد بالموبايلز، سواء كان اللي موجود مع الطفل أو اللي موجود مع البيرنتس سواء الأب أو الأم. ده هي الموضوع ده اللي بيقال عليه السنسور، صح كده؟ بالظبط كده. طيب السنسور ازاي نعرف مواصفاته ان هو ده السنسور الصح؟ يعني في اختيار الام والاب وهم بيختاروا، ازاي يعرفوا هو ده السنسور المناسب؟ دايما السنسور اللي دايما الاهل بيجيبوه مهم ان هو يكون واخد الابروفز او الاعتمادات، بمعنى كده ان هو تم عليه اختبارات كتير جدا، دي مم. رقم واحد. رقم اتنين غير الاعتماد ان هو يكون سهل الاستخدام، وان هو يكون المقاس بتاعه صغير ما يضايقش حلو. الطفل، مم. وان هو كمان الاطفال بتوعنا قدر الامكان يبقى موجود معاهم طول اليوم، سواء كانوا موجودين في البيت موجودين في المدرسه، حتى لو خد شاور اتعرض للميه راح الاماكن اللي ممكن يصيف فيها، ما بيضايقوش وما بيبصش منه. فيمكن دي اهم المواصفات اللي دايما الاب والام بيحطوها في الاعتبار لما بيجيبوا المجس بتاع السكر او السنسور لابنه. دكتور، سمعنا عن سنسور ساي بايونيك، والفكرة انه عايزين نعرف ايه اللي بيميزه عن اي سنسور تاني وليه نروح له هو بالذات. واحنا بنتكلم على جهاز جديد اللي هو الساي بايونيك، المفروض ان الساي بايونيك احد الاجهزه اللي نزلت حديثا واخده الابروفال بتاع السي اي هناك في اوروبا وموجود في بعض الدول. يمكن الشركه لما جم كلموني عليه اول مره قلت لهم انا مش بتكلم على حاجه من غير ما اكون مجربها، يعني انا حابب ان انا ابقى شفتها بعيني وجربتها. وانا بكلم حضرتك دلوقتي انا مركب الساي بايونيك اه. وكونكتد بالموبايل بتاعي بقالي 48 ساعة وقاعد بتابع قياسات السكر. مش بس كده، ده انا كمان قست بالدم عشان اقارن الدقة بتاعته. ما اقدرش ان انا ادي رأي نهائي عليه لان انا طبعا مجربه مدة بسيطة، ولكن الابروفرز بتقول ان احنا ممكن نستخدمه للاطفال من سن 3 سنين. وهو الجهاز اثناء استخدامه لما جيت ركبته ما كانش فيه مشكلة في التركيب، كان سهل في التركيب بتاعه، والمقاس بتاعه صغير، فهو اغلب الاطفال مفيش مشكلة ان هم يركبوه. وكمان احنا يعني من الابروفرز كمان بتقول ان هو بيبقى صالح وما بيبصش بالميه، او ان هو يعني الاستخدام اليومي بتاعه كويس جدا. طيب في نقطة مهمة قوي، هي فكرة قلق أولياء الأمور على أولادهم هم في المدرسة لوقت طويل، فنصايح حضرتك للموضوع ده. طبعا حاجه زي كده مهمه جدا لاي اب او ام، طبعا. ان هو مش بس يكون جنب الطفل قياسات السكر، ان الام وهي في البيت او الاب وهو في الشغل
يبقى شايف قياسات السكر بتاعه ابنه طول الوقت. إمم. عشان كده هو المفروض ان هو بيبقى كونكتد بالديفايس او الموبايل اللي موجود مع الطفل، وفي نفس الوقت بيبعت القياسات بتاعه السكر للاب والام على الموبايلز بتاعتهم. هما مش بس بيقعدوا يشوفوا قياسات السكر، ده حلو لكن جدًا. كمان في الارمات، يعني في الارمز لو السكر حصل فيه هبوط او السكر حصل فيه ارتفاع، بتوصل الالارمز دي سواء كان للموبايل الموجود مع الطفل او للاب والام وهما بعاد، فيقدروا ان هما يتخذوا التصرف المناسب بشكل مبكر حفاظا على سكر الطفل. حلو جدًا. دكتور، حضرتك من الدكاترة اللي حجزهم بياخد وقت، وطبعًا الناس بتبقى بتحاول وبتحجز، فيعملوا إيه بقى في الحالة دي؟ هو دايما الحمد لله كون ان الناس عندهم ثقة ان هما يتعاملوا معايا، طبعًا. وحاجة زي كده بتحمل الواحد مسؤولية كبيرة. عشان كده حتى احنا بنقول لهم ان هم مجرد ما هم بيتكلموا على الهوت لاين، لو في حاجة عاجلة هم بس بيبلغوا الكول سنتر ان العاجل بالنسبة لنا بالشكل الفلاني، فحاجة زي كويس كده جدًا. بنحطها في الاعتبار. آه. الى جانب كمان ان احنا الفترة الاخيرة الحمد لله ابتدينا نوفر الخدمة بتاعة الاونلاين، عشان كده لو حد في يعني مسافات بعيدة عن القاهرة او خارج مصر، يقدر بسهولة ان احنا نتواصل معاه ونعمل الاونلاين ريزرفيشن. هايل. طيب، اختيار التخصص في الطب مش حاجة سهلة أبدًا، فلو حضرتك تحكي لنا كده إيه اللي وداك لهذا التخصص، ولإنه تخصص مهم جدًا، بس الاختيار تم إزاي؟ احنا في الاول لما بنيجي نتكلم على التخصص، انا واحد من الناس بحب جدا تخصص الاطفال، آه. ان انا بحب الاطفال جدا. في فترة الامتياز اللي احنا بنقعد فيها سنة بيبقى عندنا اكسبوجر لكل التخصصات، حسيت دايما ان انا نفسي ان انا ابقى متخصص في حاجة تخفف العبء عن الاطفال التعبانين. اصعب حاجة انك انت تشوف طفل عنده مشكلة، وخصوصا لما يبقى كمان حاجة مزمنة. علشان كده حتى كمان واحنا بنتخصص جوه الاطفال، يعني انا حسيت ان انا قريب قوي من القصه بتاعه السكر والغدد، لان دي من الحاجات اللي الحمد لله اغلب التخصصات اللي فيها علاجات بتعوض الحاجات اللي ناقصه في جسم الاطفال. يعني لو جينا اتكلمنا على السكر، فهو مجرد ما الطفل بياخد الانسولين بشكل كويس، او الحاجات بتاعه الغدد التانية سواء الغده الدرقيه او الغده الكظريه، احنا بنقول الحاجات دي ليها علاجات تعويضيه تخلي الاطفال دول عايشين حياتهم بشكل طبيعي جدا زي اقران. وطبعًا أكيد في لحظات حلوة أوي حضرتك مش بتنساها جوه العيادة، لو تشاركنا لحظة فيهم؟ اهم حاجه بالنسبه لي لما احس ان الاهل والطفل حاسين ان هم طبيعيين. عشان كده لما بيجوا يوصلوا لنجاحات، حتى لو النجاحات دي صغيره، زي مثلا ان طفل بيتخرج خصوصا بعد سنين. يعني يمكن وانا بكلم حضرتك دلوقتي افتكرت مثلا ان احنا السنه دي كان في بنوته بتتابع معايا بقالها سنين، وعملت زي ما بيقولوا مشروع التخرج بتاعها ورحت حضرته. ما شاء الله. حسيت قد ايه ان السكر ده عمره ما كان عائق بالنسبه لها، وان هي قدرت توصل للي هي عايزه توصل. نفس الكلام في النجاحات الرياضية، الحمد لله في ما أطفال شاء برضو الله. من اللي هم عندهم سكر إمم. خدوا ميدلز وخدوا بطولات على مستوى الجمهورية. فكون إن الطفل بيحس إن مفيش أي حاجة تفرقه عن أقرانه وإن هو قادر يحقق نجاحات، دي حاجة بتبسط الدكتور زي ما بتبسط البيرنتس بالظبط. صحيح، يعني لحظات لا تُنسى فعلًا. طيب، لو رجع الزمن، كان ممكن حضرتك تختار تدخل إيه غير طِب؟ آم، سؤال صعب قوي، بس أعتقد يعني بعد ما الواحد قضى المشوار ده، أنا حاسس إن أنا ممكن ما كنتش آخد حاجة غير طب. إجابة جميلة، لإنه ساعات كتير لمّا بنسأل دكاترة يقولوا لا، لا، ما كنتش هادخل طِب، فحضرتك كده بتحب أوي مهنتك، وعايزينك تشارك نصيحة بقى لكل الدكاترة اللي بيتفرّجوا علينا عشان يبقى الإخلاص في الشغل كده، لإن دي مهنة عايزة الحُب والإخلاص والاجتهاد أوي يعني. دايما لو الواحد بيعمل الحاجة السهلة اللي زي ما بيقولوا ما بتتعبوش، عمره ما بيوصل. إمم. والطب مهنة شاقة، صحيح. لكن دايما النجاح فيها بيبقى محتاج بيرزيستنس، استمرارية. ودايما الواحد لازم يعود نفسه ان الطب كمان احيانا بتبقى مهنة مملة، وان دايما ابقى حاطط اعتبار الاهل. ولو انا بتكلم في الاطفال، الاطفال نفسهم في الاعتبار طول الوقت، إمم. بحاسب على كل كلمة، وكل كلمة لازم يبقى ليها هدف. علشان خاطر الأهل دول هما مش مجرد كاستمرز، مش مجرد حد بيجي ياخد خدمة وخلاص. لازم قدر الإمكان يكون في قدر كبير جدا من الإنسانية في التعامل طول الوقت. ودايما واحنا بنتكلم مع الأطفال، أنا بتكلم مع الطفل نفسه أكتر ما بتكلم مع البيرنت. إمم. لأن في الأول وفي الآخر لو الطفل مش هيساعد الأهل إن هو يمشي على خطة العلاجية بتاعته،
الأهل مهما إن هم حاولوا يعملوا stress حاولوا إن هم يعملوا convince إن هو يمشي على الحاجة، لو الطفل نفسه مش مقتنع ومش مبسوط، عمره ما هيعمل الحاجة دي. طيب دكتور، حضرتك بتتعامل مع الأطفال والأهالي كمان، وطبعا الأهالي دايما أول حاجة بيفكروا فيها لما بيجيبوا أي برودكت أو مثلا هيروحوا يجيبوا السنسور سايبيونكس إنه هيجيبوه منين وإزاي. دي برضو حتة مهمة قوي إن احنا نعرفها. يمكن الشركة لما كلمتنا قالت لنا إن هم محتاجين إن توفر المنتج يكون سهل جدا، اه، فهو المفروض إن هو موجود في كذا سلسلة من السلاسل بتاعت الصيدليات، بحيث إن هو يبقى موجود في كل مكان وسهل إن الأهالي يحصلوا عليه بأسهل طريقة ممكن. بشكرك جدا يا دكتور، حقيقي استفدنا من وجود حضرتك، ويا رب دايما معانا إن شاء الله. شكرا ميرسي جدا جدا. لحضرتك.